السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بيكم. عاملين إيه؟ النهاردة هنتكلم عن حياة المصري القديم الاجتماعية. كيف بدأت وكيف كانت وإيه هي الأقسام بتاعتها والمحاور المهمة في الدرس ده إيه؟ حياة المصري القديم بدأت منذ أن نزل من الهضبة إلى الوادي، وهنا بدأت حياة اجتماعية بحتة. معلش يا مستر، أنا عندي سؤال، هو كان لازم الإنسان ينزل من على الهضبة عشان يبقى إنسان اجتماعي؟ أقول لك لأ، الإنسان اجتماعي منذ أن كان في الجنة، لما سيدنا آدم طلب من ربنا شريك وزوج يشاركوا حياته، فربنا خلق له ستنا حواء، وبالتالي إن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي. يعني ليه المجتمع نشأ من الأول؟ نشأة المجتمع ترجع إلى طبيعة الإنسان. الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، يحب أن يجتمع مع الآخر. عندنا مثل مصري كده بيقول لك الجنة من غير ناس ما تنداس. يعني حتى لو أنت عايش في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هتحس ان انت عايز تقابل حد من الدنيا، هتحس ان انت عايز تقابل حد تتكلم معاه. تخيل تبقى قاعد في الجنة، وهو ده بالفعل اللي حصل مع سيدنا آدم، هو مش مجرد تخيل. قاعد في الجنة فيها ما لا عين رأت، بيطلب الحاجة بتخطر على باله كده بتكون موجودة عنده، وبالرغم من ذلك طلب شريك ليه. طب الحياة بقى على كوكب الأرض هنقسمها ازاي؟ هقول لك هقسمها عصر حجري قديم وعصر حجري حديث. العصر الحجري القديم الإنسان فيه هيعيش على الجمع والالتقاط، وده معناه إنه هيعيش فوق الهضاب. بينما في العصر الحجري الحديث الإنسان هيكتشف الزراعة، وده اللي هيخليه ينزل إلى الوادي ويستقر هناك. وبناء عليه زي ما خدنا في الدرس اللي فات على طول في الحياة السياسية، تنشأ أسرة، ومن أسرة قرية، ومن قرية مدينة، ومن مدينة إقليم، ومن إقليم لمملكة، ومن مملكة لدولة، ومن دولة أو من مملكة إلى دولة، ومن دولة إلى ما نحن عليه الآن. يبقى إيه هو الاجتماع أو إيه هي الحياة الاجتماعية اللي عاشها الإنسان المصري القديم؟ هي حياة التنقل والترحال فوق الهضاب في الأول في العصر الحجري القديم، ثم في العصر الحجري الحديث اكتشف الزراعة، عرف الاستقرار، كون أسر أو أسرة، قرية، مدينة، إقليم، مملكة، دولة. تعال بقى لطبقات المجتمع في مصر القديمة. كانت كم طبقة؟ هقسمهم إلى 4 طبقات رئيسية، نفس الهرم اللي رسمته في الحياة السياسية، فاكرين يا ولاد؟ بس ده بقى هيبقى فيه 4 فقط. الطبقة الأولى هي الملك أو الفرعون وأسرته. الطبقة الثانية هتبقى كبار الموظفين وكبار رجال الدولة زي كبار قادة الجيش وكبار الكهنة. الطبقة اللي بعديها اللي هي بالنسبة لي هسميها الطبقة المتوسطة، هتبقى طبقة الموظفين، الناس اللي متعينين في الدولة وليهم مرتب ثابت، ده طبقة مستقرة. آخر ناس خالص تحت ألا وهي طبقة أو الطبقة الدنيا، هسميها طبقة الحرفيين، اللي هم بقى الصناع والزراع وأصحاب الحرف والخدم. وهراعي حاجة في النقطة دي، إن أنا في النقطة دي ما عنديش عبيد. خد بالك من النقطة دي يا ابني، عشان بيلعبوا على التاريخ في النقطة دي، وطبعا ده مش عندك في المنهج، بس نقطة أحب أقولها لك. بيزوروا التاريخ ويقول لك إن إحنا كان عندنا عبيد اللي هم من بني إيه؟ من بني إسرائيل. بس إحنا أصلا في التاريخ المصري ما عندناش طبقة بتقول إن هي عبيد، إحنا ما عندناش الكلام ده أصلا. إحنا عندنا حتى طبقة الخدم كانت من المصريين وكان لها مرتبات. مش انت دلوقتي مع احترامي الكامل ليهم بتلاقي حارس عقار، بتلاقي راجل حرفي، نجار، حداد، سباك، احترامنا الكامل لينا، احترامنا الكامل ليهم، ناس تتشال على الراس. دول اسمهم طبقة ايه؟ طبقة دنيا او حرفيين. حضرتك بتاخد الراجل يعمل لك المصنعية، بتديله اجرته جلدتين ولا بتديله فلوس؟ ايوه بتديله فلوس، مش بتجلده على ظهره يعني. يبقى الراجل ده ايه؟ طبقة ويأخذ حقه. يبقى عندي كام
طبقة. أول طبقة عندي ألا وهي طبقة الملك وأسرته، ثم طبقة كبار الموظفين، والاتنين دول بصنفهم كطبقة عليا أو كطبقة أغنياء. بعديها يجيني طبقة الموظفين وهي طبقة مستقرة لأنهم موظفين في الدولة. آخر طبقة هي طبقة الحرفيين والخدم وبسميها الطبقة الدنيا. طب هل المصري القديم كان يعرف العدالة ما بين المجتمع؟ أكيد طبعا، وخصوصا ملوك الأسرة الوسطى. ده ملوك الدولة الوسطى بعد ما شافوا اللي حصل في الثورة الاجتماعية والملوك الجمال واللي حصل فيهم، بدأوا ان هم يراعوا مصالح الشعب، وخصوصا والأهم على الإطلاق الملك حور محب. ماله الملك حور محب فيما بعد؟ طبعا حور محب في الدولة الحديثة أصدر قوانين الهدف منها هو إرساء الاستقرار داخل الدولة. يبقى أنا عندي القوانين والعدالة بدأت منين؟ بدأت من الدولة الوسطى اللي شافوا اللي حصل للملوك اللي قبلهم في عصر الدولة القديمة بتاع الثورة بتاعت الملك بيبي الثاني، وبعد كده الملك حور محب. طب يا مستر، هل ده معناه ان المجتمع بقى خلاص كده عادي وهادي ومفيهوش اي مشكله؟ اقول لك استنى يا حبيبي، المشاكل الطبيعيه في المجتمعات زي ايه؟ ممكن والعياذ بالله قتل، سرقه، رشوه. هل المصري القديم ما كانش بيعمل الحاجات دي عشان الخوف من القوانين بس؟ اقول لك لا، الخوف كمان من الدين، من الآلهة، وعلى رأسها ماعت. ماعت هي ريشة الحق. ماعت يعني الحق، وهي ريشة العدل. لما حضرتك تموت، طبعا ده في الديانة المصرية والإيمان بالبعث والخلود، هتلاقي الفيديو الجاي إن شاء الله اللي هو بتاع الحياة الدينية هيبقى فيها شرح مفصل، بس هديك نبذة عنها. الإنسان المصري كان بيؤمن بالبعث والخلود زي ما احنا بنؤمن دلوقتي، إن بعد ما حضرتك بعد عمر طويل طبعا لو توفيت هتبعث مرة أخرى وتتسأل أنت عملت إيه. قال لك أنا لو مت واتسألت، نفترض إن أنا عملت حاجة وحشة، هيجي الحق أو الماعت، وساعتها الميزان بتاعي الذنوب هي اللي هتبقى اكتر، فما اقدرش اعدي للعالم الاخر. وبالتالي الدين كان ليه اثر كبير جدا في حياة المصري القديم، خصوصا الحياة الاجتماعية. ما كانش بيرتكب الاخطاء خوفا من الدين قبل العقاب القانوني. بس كده؟ اقول لك لا، النواة الرئيسية اللي المصري القديم عمل على أساسها المجتمع كله كانت الأسرة. طيب الأسرة كده تعالى واحدة واحدة من بداية تكوينها. تكوين الأسرة بيكون من خلال إيه؟ من خلال الزواج. طيب الزواج عندنا في مصر القديمة كان ليه تقاليد جميلة جدا. أول تقليد عندي بيقول لي تتقاسم الأسرتين تكاليف الزواج. يعني الأسرة بتاعت العريس تشيل النص، والأسرة بتاعت العروسة تشيل النص التاني. الفرح بالنسبة لي بيكون فرح بسيط على القد، ما بيكونش مكلف لا للعريس ولا للعروسة. أما بقى الجزء الأخير ألا وهو الهدايا، الواجب. طبعا انتوا كاولاد دلوقتي سامعيني عارفين ان انتوا ولاد ورجاله ما بيفوتكوش الواجب مع اصحابكم العرسان، صح؟ رجاله وعارفين. طبعا انتوا بندوهم ظرف فيه فلوس او ظرف فيه هديه، ومش عايز اوضح اكتر من كده، بيبقى في ظرف فيه فلوس للعريس. اما بالنسبه للعروسه، طبعا في اهل العروسه ما بيكون او صحاب العروسه ما بيبخلوش باي واجب على العروسه، صح؟ والله عارفين، بيبقى بيحصل قدامنا. واجبات العروسه بتبقى ظرف بيبقى فيه فلوس او بيبقى فيه هدايا. مستر معلش بقى انت بتخمني، انت في درس قلت ان المصري القديم معرفش الفلوس. اقول لك جدع الهدايا بالنسبه لي كانت بتبقى عباره عن خزين اللي هو مستمر عندي لحد يومنا هذا، اللي يجيب كيلو بصل، واللي يجيب كيلو طماطم، واللي يجيب فاكهه، اللي يجيب خضار، اي حاجه ممكن تنفع العريس والعروسه خلال بدايه الزواج كانت بتيجي في صوره ايه؟ في صوره هدايا. طب دلوقتي استقرينا واتجوزنا وفرحنا، تعال بقى يا حبيبي لتربيه الاطفال والمساكن. وفي الحالتين دول هقسمهم لثلاثه: لغني ومتوسط وفقير.
بالنسبة خلينا نبدأ للطبقة الفقيرة في تربية الأطفال وفي المساجد. في تربية الأطفال كان البنات بيقعدوا مع الأم ويتعلموا أنشطة اقتصادية زي غزل ونسيج، زي الجلود، زي الدباغة. والولاد كانت بتشتغل مع الأب في الفلاحة أو أيا كانت المهنة هي إيه. فكان الطالب او الطفل في الطبقه الفقيره بيشتغل اكتر سنه ما بيتعلم كي يساعد ابوه وامه. طب في المساكن كانت بتتكون اما من غرفه واحده دور واحد او غرفتين دور واحد، وكان بيبقى مبني من الطوب اللبن. تاني يبقى المسكن عند الفقير مبني من ايه؟ هو والمتوسط خد بالك الاتنين مبني من الطوب لبن، طوب اللبن. طيب الفقيره البنات والولاد. البنات في الفقيرة بيعملوا ايه قلنا؟ أنشطة اقتصادية، وخد بالك هيشتركوا في التلاتة أنشطة اقتصادية مع الأم. بينما الولاد بقى في الطبقة الفقيرة يشتغل أكتر ما يتعلم. طب في الطبقة المتوسطة يتعلم أكتر مما يشتغل. طب في الطبقة الغنية يتعلم بس. لدرجة إن بعض من الأغنياء زي الوزراء والكهنة والملوك بالطبع جابوا مدرس مخصوص لحد ابنه في البيت. وده كان حاجة نادرة طبعا لما تحدث، لأن المدرس في الوقت ده كان أجره غالي جدا جدا جدا. كان من أغلى الرواتب في الدولة هو راتب المدرس، فأنت تجيبه في البيت ده أنت كده غني أوفر يعني. طيب اتفقنا ان مسكن الفقير من الطوب اللبن هو والمتوسط. الفقير اما اوضه او اوضتين دور واحد طوب لبن. طب المتوسط ممكن يبقى دور او دورين من الطوب اللبن والاوضه لاربعه بالكتير قوي، وده كده طبقه متوسطه وكويسه. طيب بالنسبه بقى للاغنياء، هل ينفع الاغنياء يبقوا متساويين بالفقراء او المتوسطين؟ لا. بالنسبه للاغنياء كانوا بيبنوا من الاحجار مش من الطوب اللبن بقى، وكانت بتبقى قصور فارهه زي قصور الملك، او على اغلب الظن فاكرين القصر اللي كان اسمه ايه؟ قصر التيه اللي خدتوه في سنه 6 ابتدائي. تمام. طيب القصور دي كانت بتتكون من ايه؟ قال لك دور او اتنين او تلاتة، وبدل الغرفة 10 و20 و50 كمان اذا لزم الامر على حسب عدد الخدم اللي موجودين في القصر. وهنا دي كانت بتبقى مزينة بالزخرفة وبتمتاز بضخامة المبنى. ده بتاع مين؟ بتاع كبار الموظفين والكهنة والملوك. بينما الطبقة المتوسطة اتفقنا طوب لبن دور أو دورين بالكتير. بالنسبة للطبقة المتوسطة الطبقة الفقيرة هو دور واحد. في الطبقة الفقيرة الواد بيشتغل أكتر ما بيتعلم، في المتوسطة يتعلم أكتر ما يشتغل، في الغنية ما بيشتغلش أصلا. البنات في التلاتة بتعمل في الأنشطة الاقتصادية مع الأم. يبقى ده بالنسبة للمساكن وبالنسبة لتعليم الأطفال. تعال بقى ننتقل إلى أهم جزء في الأسرة المصرية، ألا وهو المرأة. المصري القديم اهتم جدا يا ولاد بالمرأة، وعلى عكس العالم في الوقت ده العالم كان بيتعامل مع المرأة دي على إنها شيء، حاجة كده زي الكنبة والريسيفر، ترابيزة كرسي، أو آسف كرسي ترابيزة، الحاجات اللي هي انتوا فاهميني هي شيء في البيت. انما كائن حي زينا كده ما كانش بيتم التعامل معاه على اساس. الا واحد بس في العالم، المصري. المصري قال لك لا يا عم، دي بني ادم زيها، دي تورث زيها، دي تنزل تشتغل في التجاره زيها، ده هي اساس وعماد البيت. اذا صلحت المراه صلح البيت، اذا لم تصلح المراه لا يصلح البيت. كل كتابات الحكماء بتقول لك خد بالك من الزوجه، هي ام الاولاد. يبقى دور المرأة عندي كان مهم لدرجة ان كل الحكماء كانت بتتكلم عن هذا الدور. اي حكيم يجي يوصي الرجل كان بيوصيه دايما بالمرأة، لانها عمود البيت واساس المجتمع. طب تعالى بقى نبص كده على ادوار المرأة عندي كانت ايه. اول دور عندي الا وهو الدور الاجتماعي. هي كأم هي بتنشئ اجتماع جديد او بتنشئ مجتمع جديد، يبقى دورها كأم هو دور اجتماعي. عندي دور سياسي وعسكري. الدور السياسي انها وصلت للحكم زي الملكة حتشبسوت، والدور العسكري انها ساعدت على طرد الهكسوس زي اياح حتب وتيتي شري. عندي كمان
دور ثقافي ودور اقتصادي. الدور الثقافي زي الملكة ميرت أمون أو ميرت آتون، زي اللي هي بنت الملك إخناتون، واللي شاركت بأعمال أدبية كتير. عندي أيضا دور اقتصادي. قبل المصري القديم أو في العصر الدولة القديمة، مش الدولة القديمة المصرية، الدول القديمة عموما، المرأة ما كانتش بتورث حاجة. احنا اتفقنا ان هي اصلا كنبة في البيت ولا كرسي، فما ملهاش حق الورث. بس عندي في مصر قال لك لا، ليها حق تورث، وكمان ليها حق ان هي تشارك في العمليات التجارية، وليها حق اذا ساوى المصري ما بين المرأة وما بين الرجل. وده لدرجة ان المرأة ايضا شاركت في الطب وفي الفنون في بعض الأحيان. طيب، هل كده ينتهي أمر الحياة الاجتماعية؟ عندي أقول لك اصبر، مستعجل على إيه؟ إذا كان المصري القديم نظر إلى حياته الاجتماعية نظرة قوية، فهو لم يهمل الألعاب والحفلات ولا الملابس وأدوات الزينة. بالنسبة للملابس برضه هقسمها 3: طبقة فقيرة وطبقة متوسطة وطبقة غنية. الطبقة الفقيرة هيلبس الملابس بتاعته من الكتان الخفيف، بينما الطبقة المتوسطة هيلبسها من الكتان المبطن أو حتى هيلبسها من الصوف المغزول. بينما بقى معالي الباشا الملك والوزراء كان بيلبس من الكتان، يلبس من الصوف، يلبس من الحرير المستورد من فينيقيا. ومش كده وبس، ده ملك يروح مزغرفه بقى بإيه؟ مجموعة من الأدوات الذهبية، الأدوات الفضية أو النحاسية، يحط عليها عقيق، يحط فيروز، يحط أزرق مصري، يبقى كانت مزينة ومزخرفة. والأعمال دي أيضا كانت بتروح إلى النساء أيضا، أو الزخرفة دي كانت بتحبها النساء أيضا. تعال بقى نبص على الألعاب والحفلات. الألعاب بالنسبة لي كانت منقسمة إلى أجزاء: الألعاب الطبيعية بتاعتنا احنا زي اللي هي الأولى والسبع طوبات، وألعاب عقلية زي الشطرنج والسيجا، ودول أول واحد عملهم كان المصري القديم. والألعاب الطبيعية زي إيه؟ زي المصارعة، زي الركض، الالعاب البسيطه بتاعت الاطفال اللي كانت بتتلعب حتى الستينات، دي كلها العاب متوارثه من التراث المصري. والعاب خاصه بالملك نفسه زي اللعبه بتاعت عيد الحبسد او احتفال الحبسد، كان بيلعب الملك قصاد طور عشان يجدد شبابه او يجدد حكمه على البلاد. نيجي لآخر حاجة خالص، ألا وهي الأعياد، وكانت منقسمة إلى أعياد رسمية اللي هي تبع الدولة كلها، أو أعياد قومية زي عيد الفيضان، عيد بذر البذور، أعياد خاصة بالفرعون زي عيد ميلاده وعيد توليته على العرش، أعياد عسكرية زي الاحتفالات بالنصر، أو أعياد دينية للآلهة، أو أعياد شخصية كعيد ميلاد الشخص وعيد الزواج وما إلى ذلك من تقاليد. كان المصري بالرغم من اهتمامه بالحياة العامة وكان إنسان عملي، إلى أنه لم يهمل احتفالاته والحياة الترفيهية. بالنسبة له كانت هذه الحياة الاجتماعية منذ بداية الأسرات أو بداية الحياة في مصر على أرض مصر وحتى يومنا هذا. وإلى اللقاء في درس قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.